هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. إذاعة الوفاق الوطني تابعة للجماهير الإريترية، وتبث برامجها من المهجر بواسطة الأقمار الاصطناعية كل يوم سبت من 8:00 صباحا إلى 9:00 صباحا بتوقيت أسمرة، إلى كافة الربوع الإريترية والمناطق المجاورة بكل مصداقية وأمانة. مرحبا بكم مستمعين الكرام مع إشراقة شمس كل سبت، ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين إذاعة الوفاق الإريتري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم السبت الموافق ليوم 11 يناير 2020. وفي البداية نقدم لحضراتكم تعليق السياسي بعنوان: يعتقلون الفتيات، يجندون العجائز، يحزرون الجامعات وشرائح الهاتف. ثم يليه برنامج بصراحة بعنوان الذاكرة المعطوبة، من إعداد وتقديم المناضل أحمد القيسي، وأغنية وطنية المختارة إن شاء الله. وقتا طيبا نتمناه لكم من إذاعتكم إذاعة الوفاق الإريتري. فإلى برامجنا. مستمعي إذاعة الوفاق في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. في تعليقنا السياسي لهذا اليوم السبت نتناول مقال بعنوان: يعتقلون الفتيات، يجندون العجائز، يحظرون الجامعات وشرايح الهواتف. البلد الإفريقي الذي يشبه كوريا الشمالية في كل شيء، بقلم الأستاذ محمد مصطفى جامع. لم أجد شخصا وصف الأوضاع في إريتريا الجارة الشرقية الشقيقة لبلد السودان مثل صديق المخرج المعروف هاشم الفايد بعبارته البليغة الموجزة: لقد استطاع سياسة فريق أن يحول حقوقنا الطبيعية كشعب إلى أمنيات بعيدة المنال. العبارة أعلاه وردت في ثنايا فيلم وثائقي قمنا بإنتاجه إبان التظاهرات الكبيرة التي شهدت العاصمة الإريترية أسمر نهاية العام قبل الماضي، احتجاجا على محاولة السلطات تأميم مدرسة الضياء الأهلية الإسلامية التي يدرس بها نحو 3000 طالب وطالبة. وقررت الحكومة ضمها إلى المدارس التي تشرف عليها وزارة التعليم. دولة منسية ذات موقع تاريخي فريد، إريتريا المجهولة بالنسبة لكثير من الناس للأسف. دولة صغيرة المساحة مقارنة بدول جوارها مثل السودان وإثيوبيا والصومال واليمن. إلى جهة الشمال في منطقة القرن الأفريقي تمتد شواطئها بمسافة 1200 كيلومتر على البحر الأحمر، وتحتل موقعا استراتيجيا مهما للغاية، ما جعلها مطمع العديد من الدول إذ تقع على مقروة من مضيق باب المندب. كما تضم إريتريا 126 جزيرة، أشهر وأرخبي لذلك الذي يضم وحده 25 جزيرة من أجمل جزر البحر الأحمر. هذا إلى جانب الموانئ التي تمتلكها، ومن أهمها من أي عصب ومصوع. يذكر التاريخ إن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين هاجروا من مكة إلى أرض الحبش على مرحلتين حطوا رحالهم لفترة في مدينة مصوع الإريترية التي تقع على ساحل البحر الأحمر، ثم واصلوا رحلتهم إلى عاصمة مملكة أكسوم الحبشية، حيث الملك العادل النجاشي أصحمه الذي قال عنه النبي: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا
مما أنتم فيه. عندما وصل الصحابة بقيادة جعفر بن أبي طالب إلى مدينة مصوع الحالية في إريتريا قادمين من مكة، توضأوا وأقاموا أول آذان جهرا في الإسلام عام 615 ميلادي، أي في السنة الخامسة من النبوة. وفي ذلك الوقت كان اتجاه القبلة ناحية بيت المقدس، ولذلك ما يزال محراب مسجد الصحابة الذي بناه صحابة الرسول من الحجر البحري متجها ناحية المسجد الأقصى إلى يومنا هذا، رغم تحول قبلة المسلمين إلى المسجد الحرام. فالأريتريون لم يقوموا بإجراء أي تعديل على المسجد حتى لا يفقد مكانته التاريخية العظيمة. في الوقت الحالي لا تقام في مسجد الصحابة بمصوع الصلوات الخمسة، ولكن يحرص سكان المدينة الإريترية على إقامة صلاتي عيد الفطر وعيد الأضحى في المسجد الذي يحكي عن عراقة وتاريخ إريتريا. رئيس مؤقت منذ 27 عاما، إريتريا أو إريتريا كما يحب أن يكتبها أهلها، لم تهنأ ولم يهنأ شعبها منذ نشأتها كدولة بحدودها المعروفة حاليا عام 1890، حيث عانت من الاستعمار الإيطالي لفترة طويلة من الزمن، ثم دخلت في استعمار بريطاني لمدة 10 سنوات من العام 42 وحتى 1952، ليقوم الإمبراطور الإثيوبي هيلة سلاسي بإدخالها في اتحاد كونفدرالي مع بلاده حتى العام 91 1900 للميلاد، التاريخ الذي نالت فيه استقلالها من إثيوبيا إجرائيا، وتم تحقيق الاستقلال وتشكيل الحكومة الإريترية في العام 93 1900 بعد الاستقلال الذي جاء نتيجة التضحيات الكبيرة التي قدمتها الثورة الإريترية. اعتقد الشعب أنه نال الحرية المنشودة، لكن الصورة بدت قاتمة للغاية بعد التحرير، إذ تسلم إسياس أفورقي مقاليد الحكم بتوافق تام بين مكونات جبهة التحرير، فكان إعلان الحكومة المؤقتة لإدارة البلاد ريثما يتم إعداد الدستور وبناء مؤسسات الدولة، غير إن الطاغية انقلب على شركائه في جبهة التحرير وانفرد بالحكم حتى شاع الظلم والاستبداد، فلا أحزاب غير حزبه ولا حياة سياسية ولا برلمان ولا دستور، وفتحت المعتقلات وزج بها جميع المعارضين بل حتى شركائه في الحكم وكوادر حزبه مثل وزير خارجيته السابق هيلة ولد تنسائي، وتم إفراغ الوطن من نخبه السياسية والثقافية. لماذا يطلق على إريتريا لقب كوريا الشمالية إفريقيا؟ تصنف إريتريا ضمن أسوأ دول العالم في سجل حقوق الإنسان، ويطلق عليها البعض كوريا الشمالية إفريقيا، حيث تشير التقارير إلى أن آلاف المواطنين الإريتريين يهجرون بلدهم كل شهر، أغلبهم يهرب من الخدمة العامة في الجيش، وللحكومة هناك نظام تجنيد فريد من نوعه، إذ يمكن للشاب أو الشابة أن يمضي في الخدمة العسكرية 10 سنوات أو يزيد قسرا وبلا مقابل مادي، حتى إن السلطات قد تجند أفرادا تجاوز عمرهم 50 و70 أيضا. لذلك يضطر الأريتريون إلى الهجرة من جحيم النظام الحاكم والأوضاع الاقتصادية الصعبة إلى دول الجوار، حيث يشكل السودان وإثيوبيا الحاضن الرئيسي لهم، دولة بلا جامعات. كانت في إريتريا سابقا جامعة واحدة تقبل المتفوقين من الطلاب، وبعد ذلك تأسست جامعة أسمر عام 72 1900، وكانت الجامعة الوحيدة في البلاد تحمل اسم جامعة الأسرة المقدسة قبل أن تغير اسمها إلى جامعة أسمر، ولكن استمرارية جامعة أسمر بالشكل الذي كانت عليه أصبح يشكل خطرا على توجهات نظام إسياس أفورقي الذي يحكم البلد بالحديد والنار منذ استقلالها عام 93 1900، أي منذ 27 عاما، وهو لا يرغب بالطبع في انتشار التعليم وتصاعد النشاط السياسي المعارض. لهذا قرر إيقاف نشاط الجامعة تدريجيا قبل أن يتم إيقاف قبول الطلاب في الجامعة عام 2003-2004، وكانت نتيجة تلك القرارات إنهاء العمل بالجامعة وهروب المئات من طلابها وأساتذتها بمن فيهم المدير، لتتوقف الجامعة نهائيا عام 2006. ولجأت الحكومة الإريترية إلى إنشاء 8 كليات جديدة وزعتها على 4 أقاليم، حيث توجد 3 كليات أساسية في الإقليم الأوسط و3 أخريات في إقليم شمال البحر الأحمر، وكلية واحدة في كل من إقليم عنسبة والإقليم الجنوبي. وكان الغرض من إنشاء هذه الكليات تفكيك جامعة أسمر وتوزيعها في مدن مختلفة لضمان عدم التفاف الطلاب مجددا على معارضة سياسات النظام الدكتاتوري. لا شريحة هاتف للزوار الأجانب إلا بتصديق من وزير الإعلام شخصيا. الحصول على أي معلومة من إريتريا أمر في غاية الصعوبة، حيث لا توجد أي وسيلة إعلام مستقلة هناك، كما إن البلاد ليس بها سوى تلفزيون واحد وإذاعة واحدة وصحيفة واحدة، وجميعها حكومية مملوكة لحزب الجبهة الشعبية. وبالإضافة إلى ذلك فإن خدمة الإنترنت ضعيفة للغاية، وتحظر السلطات معظم المواقع الإخبارية، فضلا عن أنه لا يسمح لأي مواطن باستخراج شريحة هاتف النقال ما لم يكن له سكن ثابت.
مع انعدام خاصية إرسال الرسائل النصية خارج البلاد وعدم وجود خدمة التجوال الدولي، كما لا يمكن للأجانب اقتناء شريحة الجوال عند زيارتهم البلاد تحت أي ظرف إلا بتصديق من وزير الإعلام شخصيا. حكاية السهام التي أمضت 7 سنوات في سجون أفورقي. سأذكر لكم قصة مؤثرة للطفل إريتريا ذات وجه بريء مبتسم قام نظام الدكتاتور الحاكم في إريتريا باختطافها واعتقالها وهي لم تتجاوز 15 من عمرها في ديسمبر كانون الأول من العام 2012. لا شيء إلا لأنها حاولت الهروب من جحيم النظام الدكتاتوري، شأنها شأن الملايين من أبناء وطنها الذين توزعوا على دول العالم المختلفة. أما سهام علي عبدو فقد قادها حظها العاثر إلى غياهب معتقلات أفورقي، ولا أحد يعلم عنها شيئا منذ 7 سنوات. لم يتم توجيه أي تهمة قانونية إليها أو محاكمتها بجريمة بصورة رسمية وقانونية، ولم يشفع لها إنها ابنة وزير الإعلام السابق للبلاد الذي كان في السابق قياديا بارزا في حكومة أسياس، وقد هرب من البلاد خوفا على حياته مع تزايد استبداد أسياس أفورقي. لعل البعض يتساءل الآن لماذا لم يثر الشعب الإريتري على هذا الدكتاتور؟ الجواب إن نضال الشعب الإريتري لم يتوقف في يوم من الأيام رغم الإعدامات والقمع والتنكيل، فالزنازين هناك ملأ بآلاف المعتقلين، وتعد إريتريا أكبر سجن للصحفيين في أفريقيا حسب المنظمات المعنية بالحريات الصحفية في العالم، إذ تفوقت على كوريا الشمالية في هذا الخصوص العام الحالي. وقد اعتقل أكبر مجموعة من الصحفيين إثر الحملة الانتقامية التي شنتها السلطات في سبتمبر أيلول من العام 2001. وقدمت المعارضة الإريترية آلاف الشهداء من بينهم يوسف محمد علي وحامد تركي وهيلة والدة سائي درع، علاوة على الشيخ التسعيني موسى محمد نور الذي رحل في معتقلات النظام متى العام قبل الماضي. والعم نور اعتقل أواخر أكتوبر تشرين الأول من العام 2017 على خلفية مناهضته قرار السلطات الإريترية تأميم مدرسة الضياء الأهلية التي يدرس بها نحو 3000 طالب وطالبة المنهج الإسلامي ويتعلمون فيها اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم، كما ذكرنا في بداية المقال عند حديثنا عن الفيلم الوثائقي. بخلاف النضال السياسي المدني ضد النظام الأفورقي، حاولت مجموعة تتألف من نحو 200 ضابط في مطلع العام 2013 الانقلاب على نظام الحكم، لكن سرعان ما تم إعلان فشل المحاولة التي أجهضت كما حدث من قبل محاولتين، أولهما في 93 1900 والثانية في 2001. وفي سابقة لم تحدث من قبل شهد شارع أخريا وسط العاصمة الإريترية أسمر قبل عامين مظاهرات شبابية حاشدة تخللتها اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن استخدم فيها الرصاص الحي وسط أنباء عن سقوط قتلى، في حين شنت السلطات حمل اعتقالات طالت العشرات، وأهابت السفارة الأمريكية في أسمر برعاياها تجنب مناطق وسط العاصمة آنذاك. كشفت تلك المظاهرات المفاجئة خوف النظام ما دفع قوات الأمن إلى استخدام الرصاص الحي لتفرقة المتظاهرين. ونقل ناشطون على مواقع التواصل إن السلطات الأمنية منعت إقامة صلاة العشاء في محيط مسجد الخلفاء الراشدين لتتجنب احتمالية تجدد التظاهرات في تلك الفترة. ولاحقا تراجعت الحكومة الإريترية عن خطط تأميم مدرسة الضياء ربما خوفا من تطور التظاهرات وانفجارها لتصبح ثورة كاملة ضد النظام. اتفاق السلام مع اثيوبيا لم ينعكس إيجابا على المواطن الإريتري. منتصف العام 2018 تناولت وسائل الإعلام العالمية بكثافة توقيع اتفاق السلام بين اثيوبيا وإريتريا باعتباره أنها قطيعة استمرت 20 عاما بين جارين لدودين، ولكن الحقيقة أن اتفاق السلام لم يغير شيئا من أوضاع المواطن الإريتري الذي لا يزال يعاني من سياسات أفورقي القمعية من الخدمة العسكرية المفتوحة إلى الملاحقات الأمنية والانتهاكات الحقوقية والتشريد الممنهج. كل هذه الأشياء ضاعفت السخط الشعبي والتوتر الداخلي. أصيب الإريتريون بخيبة أمل واسعة إذ كانوا يتوقعون ضغوطا دولية على الدكتاتور تدفعه للوفاء باستحقاقات السلام عبر سلسلة من الإجراءات مثل إطلاق سراح المعتقلين وتخفيف القبضة الأمنية وفتح البلاد للاستفادة من تدفق السياح. لكن أفورقي بدلا من ذلك واصل رهن إريتريا لصالح ولي عهد أبو ظبي حتى يستمر بقاؤه في السلطة في ظل انحسار قدرته العسكرية وفي ظل ما تشهده إريتريا من تنامي حالة الغضب الشعبي في مدنها وأريافها. سيناريو رحيل أسياس أفورقي. طال الزمن أم قصر سيرحل الطاغية أسياس أفورقي ولن يجد من يذكره بخير سواء رحل بثورة شعبية أم بانقلاب عسكري أو حتى بالموت الطبيعي. وهنا نتذكر أن رفيق دربه الرئيس السوداني المقلوع عمر البشير كان أشد قوة من أفورقي ولم يكن في مثل عزلة الأخير رغم أنه البشير كان منبوذا عالميا، ولكن في نهاية الأمر خلع بثورة شعبية فريدة من نوعها حيث استمر شهورا طويلة قدم فيها الشباب السوداني تضحيات جسام حتى جاءت لحظة التغيير فجر 11 من إبريل نيسان
2019. الثورة السودانية ألهمت الإريتريين لعدة أسباب، منها الارتباط التاريخي الوثيق بين السودان وإريتريا وتداخل القبائل، حتى إن العديد من مواطني البلدين يحملون جوازات السفر المشتركة. ونظر المواطنون الإريتريون جنبا إلى جنب مع إخوانهم السودانيين، ولم يترددوا في دعم الثورة ضد نظام البشير على مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت المحرك الأساسي والمصدر الأول لإخبار الثورة السودانية، حيث فرض عليها تعتيم إعلامي واسع في بداياتها. ولكن ما يفتقده الشعب الإريتري الآن لتنجح الثورة المتوقعة ضد نظام الفرق هي وحدة الصف وجمع الكلمة، فقد كان البشير ينهض محاولات إسقاطه باللعب على وتر التفرقة العنصرية بسياسة فرق تسد، إلا إن الشعب السوداني توحد ضده في ديسمبر كانون الأول من العام 2018، حتى إن الانطلاقة الفعلية للثورة كانت من ولاية نهر النيل التي تعد مسقط رأس المخلوع عمر البشير. الأجواء مهيئة الآن أكثر مما مضى، والكرة في ملعب التنظيمات السياسية الإريترية، حيث توجد بارقة أمل لتوحيد الجهود بين تنظيمات المعارضة الإريترية. وهنا نشير إلى انعقاد المؤتمر العام لحزب الوطن الديمقراطي الإريتري قبل شهرين، وما أحدثه من حراك قد يمهد إلى عمل سياسي كبير بمشاركة كل قوى النضال الإريتري، ويؤدي في نهاية المطاف إلى إسقاط نظام الدكتاتور سياس أفورقي وذهابه إلى مزبلة التاريخ. إلى اللقاء. La 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 la
برنامج بصراحة. مستمعينا الكرام، هذا البرنامج يأتيكم كل يوم السبت، يتناول مواضيع مختلفة عن الأوضاع الإريترية ومحيطها. من إعداد والتقديم الأستاذ أحمد القيسي، مع تمنياتنا لكم وقتا ممتعا مع إذاعتكم إذاعة الوفاق الإريتري. بصراحة، أحلام الذاكرة المعطوبة. تصريحات الصحفي الإثيوبي لإحدى القنوات التلفزيونية الإثيوبية قد تكون الحدث الأبرز مع إطلالة العام الجديد، ورغم سخف الإجابات إلا أنها تحمل الكثير من الأمور التي تستحق التوقف والمراجعة العميقة لكثير من القضايا في العلاقات الإثيوبية الإريترية. وأول ما يخطر على البال بعد سماع المقابلة هو الانطباع بأن الكثيرون من النخبة الإثيوبية يعانون من إشكالية في الذاكرة الجمعية في فهم قضايا الآخرين وقضاياهم الخاصة. والمؤسف حقا أن يصدق مثل هذا الحديث عن شخص يعتقد في الحد الأدنى رجلا معاصرا لأحداث لم يمر عليها زمنا طويلا لما جرى على مدى 3 عقود في إريتريا وإثيوبيا، والثمن الذي دفع من كلا الشعبين أيضا. هذا التحليل والرؤية التي تقدم بها السيد تأمرات للقناة التلفزيونية لا أعتقد أنها تمثل وجهة نظر خاصة به، بقدر ما تعكس قناعة قطاع واسع من الشعب الإثيوبي بكل تشكيلاته الاجتماعية، انطلاقا من رؤية غريبة تغذي هذه القناعة، وهي البحر الأحمر والمنفذ البحري لإثيوبيا. الجديد في الموضوع والخطير في كلام هذا الرجل إن المسألة لا تقتصر على موضوع البحر الأحمر، بل أيضا مستقبل الأرض الإريترية والشعب الإريتري، وفوق كل ذلك التاريخ الإريتري والمعنى الذي يحمله هذا التاريخ في عقل ووجدان كل إريتري. الحديث عن البحر الأحمر والمنفذ البحري لإثيوبيا ليس جديدا سوى في عقول الإثيوبيين وحكامهم منذ عهد قديم، وكذلك في الوسط الإريتري كقضية تحتل أهمية في معالجة المسألة الإريترية ومراعاة المصلحة الوطنية العليا لإثيوبيا. بضرورة أن يكون هناك منفذ بحري يسهل تواصلها مع العالم دون مساس بسيادة دول أخرى. عقدة المشكلة هو في العقلية الإثيوبية في النظر بين قضيتين منفصلتين. الأولى بين أن يكون هناك منفذ بحري يسهل لإثيوبيا التواصل مع العالم اقتصاديا وثقافيا، وبين أن يكون موضوع الوصول إلى البحر هو استكمال الشكل الإمبراطوري، تعبيرا عن النمط في تفكير الإنتليجنسيا الإثيوبية، دون أدنى اعتبار للثمن الذي دفع بسبب هذا الوهم على مدى عقود. هنا تسكن الإشكالية الخاصة حين يتم تسويقها شعبيا على أنها مسألة حياة أو موت للكيان الإثيوبي. الشيء المختلف في حديث السيد تأمرات أن مسألة المنفذ البحري لم تكن مجرد حالة يجب معالجتها، ولكنه ذهب بعيدا في الحكم على مستقبل الكيان الإريتري برمته، وحكم على هذا المستقبل برسم إطار للكيان الإريتري وشكله المستقبلي. أولا، الموضوع ليس منفذا بحريا، بل الساحل الإريتري من أقصى الشمال وحتى الجنوب عند مدخل البحر الأحمر باب المندب. ثانيا، أن الإطار الذي رسمه الإريتريا وشعبها هو أن تصبح كيانا تابعا لإثيوبيا، وأن يمنع قيام قوى عسكرية لهذا الكيان والاكتفاء بشرطة تحفظ الأمن. المهم، هذا النوع من الطرح السياسي قد تجاوز أطروحات القوى الحاكمة سابقا على مدى التاريخ، نظام هايلي سلاسي ونظام الدرج العسكري، مما يضعنا أمام طرح جديد، وربما قد تأتي ظروف كي تتحول إلى مؤامرة. يأتي هذا الحديث بعد 3 عقود من انفصال الكيان الإريتري عن إثيوبيا، و30 عام من حرب تحرير شعواء سبقتها، وختمت بحرب 6 أعوام على قرية يتيمة ومساحة مزارع سميت بحرب الحدود.
ولكنها في سنواتها المحدودة حصدت من الشباب ما حصدت. هذا تاريخ لمن يجب أن يعرف الحقيقة بوجهها العاري. لم يتطرق السيد تأمرات حول هذه المسائل، بل قفز بسهولة من خلال حجة قدمها لأن الرئيس إسياس أفورقي قدم خدمة جليلة لإثيوبيا بأن صنع من هذا الكيان دولة فاشلة بكل المعاني أفرغت مضمون الاستقلال من أي معنى إيجابي. وهنا يكمن مربط الفرس: الدولة الفاشلة والاستقلال الذي لا يحمل أي معنى سوى الاستنزاف الغير مبرر، إنها المأساة بعينها. إذن ما دفع هذا الصحفي وغيره من التطاول إلى هذا الحد هو المعطيات السياسية على مدى 30 عاما من الاستقلال. إن كان هذا الاستقلال المدفوع الثمن وهو باهظ بطبيعة الحال، خلاصته دولة فاشلة وشعب مشرد ولجوء يومي وإنجاز كله محصور في عسكرة مجتمع وبناء السجون، فلا بد من وضع نهاية لهذه التراجيديا، حتى وإن كان العودة إلى عدو الأمس وحبيب اليوم. إذن من فتح الباب على مصراعيه ليتطاول كل سفيه على نضال الشعب الإرثي وتضحيات أبنائه وخيار أجياله هو من صنعنا نحن، وليس الهستيريا التي ابتلاهم الله بها. بمعنى أكثر دقة، إن ما جرى على امتداد الأعوام 30 من عمر الاستقلال كانت كارثة بكل المعاني، وليست تجربة اعتدى ومثال يضرب به المثل لشعب كافح ل3 عقود وحيدا ضد قوة تفوقه قوة وإمكانات، وكان بإمكانه أن يقدم تجربة ما بعد الاستقلال نموذجا للشعوب الأخرى حول التعايش وبناء الأوطان، ولكنها لعنة رسمتها الأقدار. ومن العبث وعدم المسؤولية أن نحمل النظام كل المسؤولية ونعفي أنفسنا من تحمل نصيبنا من الإخفاق الفظيع، بل بالعكس، فنحن نتحمل بنفس القدر الذي يتحمله النظام من مسؤولية، لأننا ببساطة الوجه الآخر من العملة. وإن كان السؤال يكمن في أين العلة الحقيقية لهذا الإخفاق، فنحن كقوة معارضة لم نستطع تشخيص العلة، وهذا فشل للمعارضة، ويجب أن نتحمل المسؤولية. إذا كانت مصيبة النظام وعجزه في تقديم المشروع الوطني الجامع للأمة وهذه علته الكبرى، فأين البديل الوطني مشروعا قادرا على أن يلبي تطلعات هذا الشعب، بدلا من تقديم يومي لأشكال تنظيمية تحمل لافتات طنانة كالعدالة والديمقراطية؟ نتجنب من خلال هذه الطنطنة الأسئلة الحقيقية التي يجب أن نجيب عليها، بعيدا عن المزودات وقلة الحياء والعيش في الوهم. وأخيرا، وبعد تشخيص حديث السيد تأمرات، أقول بقلب ينزف دما: شكرا للسيد تأمرات، لقد أيقظت فينا حسا كان نائما داخلنا، وغيبوبة طويلة عشناها. وإلى أين وصلنا؟ من شعب كان ينزع السلاح من يد عدوه ويقاتل، إلى شعب يحكم ويقاد من خلال شرطي يحمل عصاه ويتنمر. إنها نهاية كارثية يتمناها أعداؤنا. والسؤال: كيف وصلنا إلى هذه النتيجة المخزية؟ فلننظر إلى المرآة لتعكس لنا نوعية السلوك السياسي والنمط السياسي الذي اعتمدناه على مدى سنوات ما بعد الاستقلال. ربما قد يساعد إلى حد ما لإعطاء ملامح للإجابة، مع أنني أميل بشكل قاطع إن الوقت قد حان للتغيير على كل المستويات، وهذا قدرنا، ولكم التحية.